السلام عليكم واهلا بكم. الفترة اللي فاتت مصر وموريتانيا قربوا من بعض في اتفاقيات اقتصادية لسه تفاصيلها مش معلن عنها. كمان موريتانيا شهدت على ارضها رجال اعمال مصريين راحوا يستثمروا هناك، وفي تقارب اقتصادي بين البلدين الفترة دي. ورجال الاعمال المصريين حابين يستثمروا مش في مجال واحد، لا في كل المجالات. وده جه في وقت العالم كله بيتسابق على الاستثمار في موريتانيا تحديدا. طب ليه موريتانيا؟ وإيه السبب في إنها تفتح حدودها للكل؟ وليه الاقتصاد الموريتاني مهم بالنسبة لنا؟ تعالوا نعرف إيه هي القصة وإيه اللي جاب الشرق جنب الغرب، وإحنا هنستفيد إيه من الشراكة والتقارب ده. في المراية هنعرف القصة بالكامل بشكل أوضح وهنقول كل الجديد. أخوكم محمد فرج يحييكم. السلام عليكم مرة تانية. ليه موريتانيا بتفتح حدودها للجميع؟ موريتانيا يا ريس فتحت حدودها للكل وأعلنت إنها هتحي احتياطات ضخمة من المواد الخام اللي بتتميز بيها قدام الجميع، حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيره، عشان يكون ليها بصمة في المجال الدولي. كمان طلبت من المستثمرين المصريين إنهم يجوا يستثمروا على أرضها، وطلبوا دعم من الحكومة المصرية في مشاريع النهضة والبنية التحتية، خصوصا إن مصر ليها تجربة ناجحة قبل كده في المجال ده. وطلبت إنها تتولى إدارة وتنفيذ مشروعاتهم هناك. بدأت المشاريع تتنفذ، لكن المنافسة في الاستثمارات مش سهلة، والعالم مش هيسيب مصر إنها تستغل الفرصة دي. لا، المنافسة هتكون شرسة، خصوصا إن الإمارات قدمت لموريتانيا طيارات رئاسية وحربية هدية. لكن مش ده الغرض الوحيد ليهم، إنها مجرد هدية، لا دي عايزة تتوسع في المجال ده. كمان العالم كله عايز يستفيد من الوضع ده ويستغل ان موريتانيا فتحت حدودها للكل. عايز اقول لك ان موريتانيا معتمدة بشكل كبير على قطاع الزراعة والصناعة. الزراعة لوحدها بتتمثل حوالي 14.9% من الناتج المحلي، ومهتم بيها او شغال فيها حوالي 40% من السكان جوه البلد. لان الزراعة مهمة جدا في الاقتصاد بالنسبة لموريتانيا، لانها بتوفر الغذاء ليهم وبتعزز التنمية الاقتصادية للدولة. وعشان كده يعتبر قطاع الزراعة ليه أهمية كبيرة في اقتصاد الدولة بشكل كبير، ما يقلش عنه أهمية قطاع الصناعة، واللي بتمثل نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة. لكن بقى بالنسبة للتجارة الخارجية بتمثل لوحدها حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتقوم على تصدير بعض الخامات. لكن في الفترة الأخيرة موريتانيا انفتحت على العالم كله، لأنهم من الآخر كده محتاجين فلوس يقدروا من خلالها يعملوا تنمية ويتسبب في نقلهم انهم يكونوا موقع استراتيجي للعالم كله. الحكومة الموريتانية متوقعة ان اقتصادها ينمو حوالي 5% خلال 24. عشان كده طلبت من العالم كله يجي ويستثمر عندها، ويقدر من خلال الاستثمارات دي انه ياخد امتيازات ويشتغل بيها في المواد الخام والثروات اللي مش مستغلة في البلد، زي مثلا الحديد. وحط تحت الحديد 1000 خط، لأن الدولة بتخطط إنها تزود إنتاجها منه لحوالي 50 مليون طن من دلوقتي ولغاية 2030. كمان الحكومة بتسعى بشكل كبير إنها تجذب وتزود من الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات زي التعدين والبنية التحتية والسياحة وغيره. عايز أقول لك إنها لو قدرت بالفعل تعمل كده هيكون الاقتصاد الموريتاني في حتة تانية خالص خلال سنين قليلة. كمان معلومات كده على المشي لازم تعرفها. القوى العاملة من أرخص وأمهر القوى العاملة في موريتانيا، والصناعة قطاع مهم ومن أهم الصناعات. الصناعات الغذائية والخفيفة والحديد زي ما قلنا، والتجارة الخارجية بتقوم على 70% من الناتج المحلي. موريتانيا بتقول بأعلى صوت أنا عايز أعمل تنمية. الحكومة الموريتانية بتسعى إنها تجذب أهداف في البنية التحتية والتعليم للأيدي البشرية من أجل النمو الاقتصادي. الرئيس الموريتاني في تواصل مستمر مع الرئيس السيسي عشان يخلق شراكة بين الطرفين. ليه الاقتصاد الموريتاني مهم بالنسبة لمصر؟ عايز اقول لك ان في عالم الاقتصاد يا ريس كله بيبص لمصلحته. انا مش هبص ليك ولا ههتم باقتصادك وانه يقدر يتحسن الا لو هيفيدني. النمو الاقتصادي الموريتاني ده مهم لمصر، لأن العلاقة بين البلدين قوية، وموريتانيا بتمثل أهمية كبيرة لمصر، والتبادل التجاري بين البلدين دايما في تطور ونمو مستمر. وده اللي هم عايزينه السنة دي تحديدا. وهدف الطرفين التطوير في أكتر من قطاع اقتصادي بين الدولتين زي التجارة والتنمية الصناعية وغيرها. كمان مصر وموريتانيا عايزين إنهم يعملوا سكة حديد تربط بينهم وتسهل العلاقات التجارية بين الدولتين.
وده اللي قاله الرئيس الموريتاني. موريتانيا عايزة تشوف حل يسرع من المشروع ده، ومصر هتصدر لها الفترة الجاية كم محترم من عربيات السكك الحديد. وبكده قيمة الاستثمارات المصرية في موريتانيا هتزيد. في 2022 وصلت ل1.5 مليار دولار. الرئيس الموريتاني عايز انه يخلق تشارك مع مصر، وطلب منها انها تنقل له التجربة في البنية التحتية. وعايزك تاخد بالك من نقطة، مش لازم تكون متقدم جامد في الصناعة عشان تستغل الفرصة. كفاية انك تكون شاطر وعارف تستثمر فين، وايه اللي هيفيدك وايه لا، وايه اللي مصر بتعمله في الوقت الحالي. عدد المشاريع المصرية في موريتانيا وصلت لحوالي 200 مشروع، ومعظم الاستثمارات كانت في مجال الصناعة. كمان في فرصة مهمة أوي لمصر إنها تستغل علاقتها مع موريتانيا في إنها تستورد منها الذهب، واللي موريتانيا عندها منه احتياطات كتيرة جدا، وده لأن هي عندها أكبر منجم لاستخراج الذهب اللي في غرب البلد، وبقى أكبر منجم وبيوصل احتياطاته من الذهب ل25 مليون أونصة. أنت متخيل معايا الرقم؟ ده غير معادن كتيرة مهمة زي النحاس وغيره، واللي بيوصل الاحتياطي فيها حوالي 28 مليون طن، والفوسفات كمان، والمعادن التانية اللي بتمتلكها في كل حتة في الدولة. مصر بتحاول تتوسع بقى في الموضوع ده، وإنها تقدر تاخد إمدادات من المادة الخام دي وتستورد منها خام الحديد كمان، بدل ما بنستورد من ألمانيا أو أي دولة أجنبية تانية، واللي بيقف علينا بأسعار مضاعفة لرقمه الحقيقي. الجبس برضو وغيره من النقط المهمة اللي احنا حاطين عينينا عليها. من الآخر موريتانيا أرضها لسه بخيرها، والدولة مليانة بالعمار الطبيعي والثروات، مش ناقصها بس غير مستثمرين يستغلوا الموارد اللي مش مستعملة. وده اللي بيحاول يعملوا المستثمرين أو حتى التجار المصريين وغيرهم، إنهم يستغلوا الكلام ده، واللي هيعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد الدولتين، خصوصا إن موريتانيا بلد مفتوحة على الكل زي ما قلنا، فمن الممكن تكون كنز استراتيجي للي هيستغلها صح. وعشان كده بقولك إن المنافسة هتكون شرسة. إيه قصة صناعة الحديد المصري في موريتانيا؟ الحكومة الموريتانية بتخطط إنها تتوسع في صادرات الحديد ل50 مليون طن في 2030. المعلومة دي اتعززت لما سمعنا من فترة إن صناع الحديد المصريين كانوا بيروحوا لموريتانيا لأن تكلفة الحديد هناك أرخص، والخام متوفر، وحوافز الاستثمارات هناك كفيلة أكتر إن هي تعزز الحركة الصناعية. كمان موريتانيا بتعتبر من أهم الدول المنتجة للحديد، وده لأن عندها احتياطات ضخمة وكبيرة زي ما قلنا، حوالي تاني 1.5 مليار طن، وده اللي خلاها تصنف كثالث أكبر دولة منتجة للحديد في أفريقيا. كمان احتياطات الحديد موجودة في شمال غرب موريتانيا، واللي متميزة بأن الخام في المنطقة دي جودته عالية جدا. ومن ساعة أول مصنع اتفتح للحديد في موريتانيا سنة 73 وهو في نمو وازدهار مستمر، وبقت من أهم الدول اللي بتصدر الحديد للعالم. ده غير أن أصلا صناعة الحديد لها دور مهم في اقتصاد الدولة. مصر مهتمة بالصناعة دي جدا لأنها هتساهم في توفير احتياجاتها اللي عايزاها. احنا بنستورد من موريتانيا أغذية للحيوانات بقيمة مليون دولار تقريبا، أسماك وملابس وأساس وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية. نرجع ونقول تاني إن مصر بتمتلك خبرات كتيرة في صناعة الحديد والصلب، وده هيفيد جدا في دعم اقتصاد موريتانيا وتنفيذ مخططها بخصوص تسريع عملية إنتاج الحديد. يا ترى قصة مصر مع موريتانيا هتمشي في سكة قوية على الصعيد الاقتصادي؟ كلها كام شهر ونشوف. قول لنا بقى انت في التعليقات رأيك ايه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف خير.